مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هل فكرت يوما أن وضعية نومك قد تكون أكثر من مجرد عادة؟ وأن الطريقة التي تنام بها كل ليلة قد تؤثر على صحتك الجسدية، دماغك وحتى روحك؟ في هذا الفيديو سنغوص معا في عالم النوم من زاويتين متكاملتين، العلم الحديث وتعاليم الإسلام، لنتعرف في النهاية على أفضل وضعية للنوم تجمع بين الفائدة الصحية والهدى النبوي. دعونا نبدأ بما يقوله الطب الحديث عن أوضاع النوم المختلفة. عندما ننام على الجانب الأيسر، يعتقد العلماء أن هذه الوضعية تساعد على تحسين عملية الهضم، لأن المعدة والبنكرياس يتخذان شكلاً يسمح بتدفق أفضل للعصارات الهضمية. كما تشير الدراسات إلى أن النوم على الجانب الأيسر قد يعزز وظائف الدماغ في إزالة السموم خلال النوم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوضعية موصى بها بشدة للنساء الحوامل، لأنها تضمن تدفقاً أفضل للدم إلى الجنين وتقلل من الضغط على الأعضاء الحيوية. أما النوم على الجانب الأيمن فهو لا يقل أهمية، بل إن العلم يثبت أن النوم على الجانب الأيمن يقلل من الضغط على القلب، لأن القلب في الجهة اليسرى من الصدر، والنوم على الجانب الأيمن يسمح له بالعمل بأقل مجهود. كما أن هذه الوضعية تحسن من الدورة الدموية وتقلل من احتمالية حدوث الشخير وتساعد على راحة العضلات والأعضاء الداخلية. إنها ببساطة وضعية متوازنة صحيا على جميع الأصعدة. في المقابل، النوم على الظهر قد يكون مناسبا لبعض الأشخاص لأنه يحافظ على استقامة العمود الفقري ويقلل من آلام المفاصل، لكنه قد يفاقم الشخير أو مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم. أما النوم على البطن فقد أجمع الأطباء على أنه الأسوأ من الناحية الصحية، فهو يسبب ضغطا غير طبيعي على العمود الفقري والرقبة، ويؤثر على التنفس، وقد يؤدي إلى مشاكل في المعدة، إضافة إلى التسبب في تجاعيد الوجه بسبب احتكاك البشرة المستمر بالوسادة. والآن دعونا ننتقل إلى الجانب الروحي، إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن النوم. في الحديث الشريف أوصى الرسول الكريم بالنوم على الجانب الأيمن، وقال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقد اعتبر العلماء هذا التوجيه النبوي من أعظم السنن التي تندرج ضمن آداب النوم في الإسلام، لما فيها من حكمة ربانية وارتباط بالسكينة والطهارة. أما النوم على البطن فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ووصفه بأنه ضجعة يبغضها الله، لما فيها من أذى للجسد وخروج عن الفطرة. هنا تلتقي الحكمة النبوية بالعلم الحديث، فالوضعية التي أوصى بها الإسلام قبل أكثر من 1400 عام أثبت الطب الحديث فعاليتها وجدواها الصحية. إن اختيارك للنوم على الجانب الأيمن ليس فقط اتباعاً لسنة النبوية، بل أيضاً التزام بخيار علمي مفيد لصحتك القلبية والتنفسية والجسدية. في الختام، إن أفضل وضعية للنوم هي التي تبدأ بوضوء والنية وتنتهي براحة الجسد والروح. النوم على الجانب الأيمن هو وضعية تحقق التوازن بين ما هو طبي وما هو رباني، فلتجعل من نومك عبادة وراحة، واتبع سنة نبيك لما فيها من نور وهدى وفائدة. شكرا لمشاهدتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع من تحبون، ودمتم بصحة وسلام.